يا مساء الفل. عشان تعرفوا ان الدنيا دي مش مستاهله اي حاجه، وان كلنا بنروح في لحظه، وان كلنا على كف ربنا هو بيعمل اللي هو عايزه بارادته هو. في ملياردير هندي من اغنياء العالم كان بيلعب في بريطانيا من كام يوم كده ماتش بولو مع ولي عهد بريطانيا اللي هيبقى الملك يعني ويليام. وبيلعب مع اصحابه بقى ومبسوط جدا وكل حاجه، ومبسوط ان هو جايب اهداف ومعرفش ايه، وبعدين بيضحك قوي. فراحت نحله دخلت وقفت هنا في زوره، مش وقفت بقى في زوره، هي لدغته هنا. المهم النحله قرصته فسببت له طبعا حساسيه، وحصل له تشنجات ووقع في الملعب، الناس ما بقوش مصدقين، وبعدين في ثواني مات. يعني لما تخيل كده ان القدر يكون كاتب ان الانسان ده هيموت بقرصة نحلة في زوره، طبعا محدش هيبقى مصدق. بس شوف ربنا خلى النحلة وهو بيضحك دخلت زوره، وهو بيضحك دخلت زوره موتته، ولا خد بقى معاه فلوس ولا ثروات ولا اي حاجه من الحاجات دي، ولسه الناس بتقعد تتصارع على مش عارفه ايه كام جنيه، حاجه هبل يعني. الملياردير اللي مات ده كان قبل ما يموت بيومين كاتب تويته وزعلان قوي على ضحايا الطياره الهنديه اللي وقعت. الطياره الهنديه اللي وقعت دي لسه الطياره بتطلع من الهند، راحت واقعه بشكل غريب جدا، وكل اللي فيها ماتوا. بس عشان تعرفوا برضو ان احنا كلنا على ايد ربنا، هو يعمل اللي هو عايزه، ولو ادانا عمر وكتب لنا عمر هننجى من اي حاجه هو كاتب، يعني لو هو طالما هو كاتبها، وهننجى من اي شر. يشاء ربنا ان واحد وهو في الطياره المفروض يحجز جنب اخوه، فحصل ان ما لقاش نفس الكرسيين جنب بعض، فهو خد الكرسي اللي جنب مخرج الطوارئ بتاع الطياره، ولسه الطياره طالعه من ثواني، هو كان بالصدفه جنب لسه الباب بتاع المخرج، فالطياره وقعت، فهو الوحيد اللي نجا. فلدرجه ان الناس ما بقتش مصدقه، يعني هم بيطلعوا الناس مش مصدقين ان ده صاحي وماشي كده وما حصلوش اصابات بالغه يعني، ولا حرايق ولا اي حاجه. الطياره دي وقعت فوق ايه؟ فوق مبنى، المبنى ده بتاع طلاب جامعيين في الهند برضو، والطلاب ده كان مصادف انه ساعة وجبة الغداء بتاعتهم، وكانوا قاعدين بياكلوا. طبعا كل اللي موجودين دول ماتوا برضو ما عدا واحد ربنا كاتب له ان هو يعيش. عاش ازاي؟ الولد دخل متأخر القاعة بتاعة الأكل، فما لقاش مكان يقعد فيه، فخد صينية الأكل بتاعته وراح رايح في حتة كده جنب الشباك، وهو قاعد بياكل بيبص لقى الطيارة بتقع عليهم، راح ناطط من الشباك. المبنى ده تقريبا كان في الدور الثاني او حاجه كده، فهو نط من الدور الثاني، ما ماتش، ربنا كتب له ان هو يعيش. ربنا كتب ان هو يعيش، ده قدر ربنا. فكلنا على ايد ربنا، هو يعمل فينا اللي هو عايزه. حبوا بعض يا جماعه، حبوا بعض وسامحوا بعض، مش مستاهله كلنا ماشيين، احنا نازلين الارض نحب بعض شويه ونمشي، يعني في ثانيه الدنيا كلها بتروح. حبوا بعض.